هنام الفساد يجري في المعالم الأثرية في العراق. استثمار فاسد يستولي على أقدم كلية عسكرية بناها الجيش العراقي. من هم الرؤساء ورؤساء الحكومات الذين تخرجوا في الكلية العسكرية في الرستمية؟ السلام عليكم. بالعراق هناك تحالف خطير بين المستثمر الفاسد والسياسي الفاسد. أخطر تحالف. أحيانا السياسي بعد شوية عنده رطوبة فساد، المستثمر الفاسد جرى للمستنقع، ومرات المستثمر توه شوية عنده رطوبة فساد، السياسي الفاسد يجره إلى مستنقع الفساد. وهذا التحالف خطير، تحالف غير مقدس، خطير جدا. وهذا التحالف سيقضم العراق أو بدأ يقضم العراق تدريجيا بمعالمه الأثرية، بركائزه الاقتصادية، بكل شيء. وماكو قيمة لشيء بدلالة تاريخية. الأهم المال، الأهم كيف تمتلئ الجيوب بالمال. أما قيمة لمعلم تراثي، معلم له علاقة بتاريخ العراق، لا، ما له قيمة. هذا آخر المعلومات تقول إنه صفقة استثمارية فاسدة طالت أول كلية عسكرية أنشئت بالعراق في منطقة الرستمية، اللي تسمى الكلية العسكرية الأولى، التي تأسست عام 1924 في 12 أيار 1924، وسميت بالمدرسة الملكية العراقية، مدرسة الملكية العسكرية العراقية. وكان شعارها أخضر ومكتوب عليه شعار الله الوطن الملك. وهذه الكلية تخرج فيها كبار الضباط العراقيين، وتخرج فيها حتى رؤساء دول. تصير هذه الكلية معلم أثري، معلم أثري، بحيث أي واحد يزور العراق، أي وفد عسكري يزور العراق يودوا له هاي الكلية، يقول هنا على هاي الرحلة قاعد عبد الكريم قاسم، على هاي الرحلة قاعد عبد السلام عارف، على هاي الرحلة قاعد جبار شنشل، وإلى آخره. وعلى هاي الرحلة قاعد عبد الله السلال رئيس اليمن اللي تخرج بالعراق، مثل ما موجودة في بقية الكليات العسكرية، بقية الكليات التي يفتخر بها العالم. يعني هسه تروحون بعض الأكاديميات العسكرية يودوكم يقول لك هنا قاعد رومل، هنا قاعد مونتجمري، هنا قاعد نابليون، يفتخرون بيها، ما يفرطون بيها. أمال الدنيا كلها ما يفرطون بيها. احنا لا، احنا الجماعة استلموا العراق أول ما راحوا للقصور الرئاسي، اللي هم كانوا قالبين الدنيا بالخارج بالمعارضة، يقولون العراقيين جوعانين ياكلون قش، وصدام يبني قصور. بعدين وين راحت القصور؟ إلهم وعليها معارك دم صار على هذه القصور بالبصرة وغير البصرة، وبدأوا يستثمروها. قسم اشتروها بمبالغ زهيدة جدا، كما هو الحال بالأنبار، مبالغ زهيدة جدا، أقل من خمس قيمتها. وقسم جماعة يعني المسؤولين قعدوا بيها، وقسم اعطوها استثمار لجهات ما لها علاقة. ماكو شيء له قيمة أمام المال، لا شيء له قيمة على الإطلاق. فهذه الكلية العسكرية تخرجوا بها رؤساء دول، وتخرجوا بها رؤساء حكومات، وتخرجوا بها حتى رؤساء عرب. خلينا نشوف منهم الرؤساء اللي تخرجوا بهاي الكلية اللي أخذها مستثمر. أنا ما أعرفه منهم، أنا سمعت ابن مسؤول، بس بما أنه ما متأكد، ما عندي وثيقة ولا متيقن إن ابن مسؤول اللي أخذها، فراح أقول أخذها مستثمر. والمستثمر اللي ما أخذها هذا منتج على دنقة سياسية، عنده غطاء سياسي. مستحيل مستثمر بريء ما عنده أحد، ما متحالف مع سياسي، يقدر ياخذ صرح تراثي مثل هذا. إذن لو ما أخذها ابن مسؤول، لو ما أخذها مستثمر له علاقة بمسؤول، بالأخير القضية تمت بمباركة أحد المسؤولين وبعلم رئيس الوزراء، أو حتى لو كانت قد تم الاستثمار قبل مجيء رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء
حريص على أن لا يذهب هذا الصرح إلى استثمار فاسد، بإمكانه أن يعيق ويلغي هذه الصفقة. من تخرجوا بها؟ رؤساء الجمهوريات اللي تخرجوا بها: المشير الركن عبد السلام عارف دورة 17، المهيب أحمد حسن البكر دورة 17، المشير عبد الله السلال اليمن رئيس اليمن دورة 16، الفريق عبد الرحمن عارف دورة 17، الفريق الركن محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة دورة 1. دول رؤساء. ويقال أيضا معمر القذافي، بس ما عندي شيء يأكد، يقال أنه معمر القذافي أيضا درس في الكلية العسكرية. نواب رئيس الجمهورية تخرجوا بهاي الكلية: الفريق الركن صالح مهدي عماش دورة 23، والفريق الطيار الركن حردان تكريتي دورة 25. منهم رؤساء الوزارات اللي تخرجوا في هذه الكلية: الفريق الركن عبد الكريم قاسم دورة 8، الفريق طاهر يحيى دورة 10، اللواء الركن ناجي طالب دورة 15، اللواء الطيار الركن عارف عبد الرزاق الكبيسي دورة 20. طبعا دولة هسه يقول لك تحكي الدولة الجماعة الطبقة السياسية، يقول لك شنو دولة؟ وذا عارف عبد الرزاق الكبيسي وذا طاهر يحيى، منهم دولة؟ لأن ما لهم علاقة بالتاريخ، ما له علاقة، يريد يستفيد بأي طريقة، يريد يحصل فلوس، لأن هو ما جاي يبني، هو جاي يقبض، هو جاي يستلم سلطة، وهي فرصة. العراق بحكومات، يعني دولة ما بها مقومات، اكو حكومات تتعاقب تستفيد، هي والفريق الذي يأتي معها تستفيد وتغادر. فأنتم لا تتفاجئون إذا في اليوم آثار أور بالناصرية يمكن أن تستثمر من قبل مستثمر فاسد. يقول لك شنو يعني آثار أور؟ ومن يقول لك هي أور كانت هنا؟ ومن يقول لك بيت النبي إبراهيم هنا؟ يعني مو للمزحة، صدقوني يجوز يجي يوم ما ندري احنا، فقط بعد من يكمل العقد وتكمل الصفقة نسمع ان آثار أور قد استثمرت من قبل مستثمر، هسه يستثمرها لأغراض سياحية، يبني بها فندق، يسوي بها مول، مثل ما الجماعة يسوون مولات الآن، ما ندري. فكل شيء يضيع بالعراق، كل شيء. هذه الأجيال القادمة ستفتح عيونها على جهل، ستفتح عيونها على بلد مصاب بالتصحر الثقافي والمعرفي وكل شيء، لأنه ما دام هناك تحالف بين المستثمر الفاسد والسياسي الفاسد فلا أمل بأن تكون هناك نهضة حقيقية. وزير الدفاع الأسبق الفريق أول الركن عبد القادر العبيدي بعث برسالة صوتية عبر برنامج هذه الأيام إلى رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني. خلينا نسمع عبد القادر العبيدي ومناشدة الرئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز الدكتور عبد الحميد عبد الله المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة أود أن أوصلها للأخ العزيز دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد السوداني المحترم، ولا بد أن أبدأ معه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماعا تدور على مواقع التواصل الاجتماعي تحويل مواقع كثيرة عسكرية مهمة لاستثمارها تجاريا، وفي مقدمتها موقع الكلية العسكرية التاريخي، وهذا أمر يحز في نفس أي مقاتل عراقي وعوائلهم، وأنتم تعلمون أن هؤلاء بالملايين. فهذا الموقع التاريخي الكلية العسكرية في الرستمية بدأ مع بداية تاريخ تكوين الدولة العراقية في عام 1924، إذ بدأ كمدرسة ثم تحول إلى كلية، وتكاملت الكلية بالرستمية حسب ما أعرف 1937. هذه الكلية خرجت 5 رؤساء جمهورية، نائبي رئيس جمهورية، 6 رؤساء وزراء،
وحتى رؤساء جمهوريات عربية كالرئيس الليبي معمر القذافي والرئيس اليماني عبد الله السلال، ولها دور يعني في بناء قضايا مؤسسات عسكرية في الأردن وفي ليبيا وفي أجزاء كثيرة من الوطن العربي. وحتى إحنا بالوقت الحاضر يعني من قبل 2003 ولحد يومنا هذا جميع رؤساء الأركان وحتى قسم من وزراء الدفاع بعد 2003 وجميع القادة اللي اشتركوا بمقارعة القاعدة واللي بذلوا الدماء في عمليات التحرير من داعش هم خريجي هذه الكلية. وحتى هنالك قسم منهم وزراء في وزارات مدنية أبدعوا ويدعون اليوم، وأنا أنظر إليهم بفخر لأن البعض منهم هم من تلاميذي. شخصيا منحت فرصة أن أزور كثير من دول العالم، ولنبدأ بدول الجوار. يعني لنأخذ جمهورية إيران الإسلامية. جمهورية إيران الإسلامية حين أزاحت الشاه هل ذهبت لكون الكلية العسكرية الإيرانية موجودة في موقع يمكن الحصول عليه مليارات لكونه موقع استثماري وحولة استثماري؟ وهل فعلت ذلك الأردن، سوريا، الكويت، السعودية؟ بل هو العكس، طورت ورتبت وحافظت على هذا المعلم ورسمته بشكل واضح، بالرغم من أنه العمران وصل له. وأعظم مثل أنا أشوفه في مصر واعتزازها بالكلية العسكرية وجعلتها فد صرح هائل رائع، وليس وتفتخر به أنه هذا من زمان الخديوي، من زمان علي باشا وغيره، وتتكلم عن تاريخه وكل مسؤول مدني أو عسكري يروح يزوره، وليس تطمس معالمه. وإذا انتقلنا على العالم، هل بريطانيا وجدت أنه موقع كلية العسكرية سانتهيرست أصبح تجاري وعليه أن تستثمر لتحصل الأموال؟ أو أمريكا تحول ساند بوينت، أو المدرسة الحربية الروسية، أو نجي على فرنسا. هذه كلها دول زرناها وشفنا مدى اعتزازهم بها. وأيضا حولوها، هذه قسم منها حولوها حتى إلى تجيها أفواج من السياح لكي تفتخر بها. ولا بد يعني شخصيا أنا أقول لأخي العزيز أنه هذا لا يخدم تاريخك، وأنت تعمل بجد وتبذل الغالي والنفيس من أجل العراق، وأنا أجد أن يبقى تاريخك ناصع. هذه لن تسجل لصالحك نهائيا، وأنا كأخ أكبر منك أنصحك، وكان لي موقعي وقناعتي بكل صراحة ومع الأسف أقول هو نكران للجميل للمقاتل العراقي على امتداد تاريخه من بابل وآشور إلى يومنا هذا. بالرغم من ألمي وأنني أعلم أن كلماتي هذه ستذروها الرياح ولن تحقق شيء، ولكنني أجبرت عليها لكونها أضعف الإيمان. بوركتم وحماكم الله ووفقكم لما فيه خير العراق والعراقيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مناشدة عبد القادر العبيد، لكن رئيس الوزراء يدري لو ما يدري؟ رئيس الوزراء يدري لو ما يدري؟ يعني معظم هذا النوع من الاستثمارات يقودها أبناء المسؤولين أو إخوان المسؤولين بالتحالف مع مستثمرين فاسدين. و100 مرة قلنا ونقول ترى المسؤول اللي يطلق ايد ابنه او اخوه او ابن اخته او ابن عمه او ابن عمته بالدولة ترى بالاخير ينسحل هو ومن اطلق يده. يعني الان مو تقولون احنا ما ندري، لا تدرون. ماكو رئيس وزراء اجى عدا حيدر العبادي اقدر اقول الا اذا ما جاب ابنه واخوه وابن عمه وقرايبه وخاله واخو مرته، وهذه حاشيه، هذه حاشيه. وتذكروا
ان اباطره وطغاة اسقطتهم الحواشي الفاسده. هسه انتم تقولون احنا ما ندري، صدام حسين هم يقول انا ما ادري عبد شو مسوي وما ادري الحاشيه شو مسوي، ولازم نبرئه. اذا اردتم ان تبرئون انفسكم، اذا اردتم ان تبرئوا انفسكم. فالسيد السوداني اجى بخطاب جديد، اجى بتوجه جديد. انا اقول له بمحبه، اقول له بمحبه وبحرص، اتاكد سياده الرئيس، تاكد، التفت يمنى يسرى، اكو واحد من قرايبك من اخوانك له علاقه بالدوله وانت تتحدث عن سيره نظيفه، فاذا كان هذا موجود كما تتحدث المجالس الاجتماعيه في العراق، فارجوك مخلصا ان تنتبه وتعالج هذه القضيه. اما اذا كان ماكو والكلام كله دعايه، وانا اعتقد ماكو دخان من غير نار، ما ممكن يعني. فالانتباه لهذه القضيه يجب ان يكون بوقت مبكر. انتبهوا الى هذا الامر بوقت مبكر. يعني هسه رئيس الوزراء والمسؤول من حقه يجيب سكرتير الشخصي قرايبه لان يثق به، مدير مكتبه ما يخالف، الحمايه مالته ما يخالف، بس مو يخلي اخوانه. اذا وزير يخلي اخوه مسؤول على العقود، او يعني اخو مرته مسؤول على العقود ويطلق ايده بكل شيء. هذا مو بس فساد، هذا فساد ومحسوبيه وشلليه وانحدار وسقوط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.